للبنات اللي طلبوا مني اللي انا بعمل ايه في القلايه دي لما نزلت الفيديو اللي كان بطبخ فيها. هنزل لكم النهارده وصفات فيها، وهكمل لكم في فيديوهات جايه. لانها بصراحه جميله جدا. وبتوفر في الزيت وبتعمل فيها اكلات كتير قوي. انا مش عارفه ازاي انتوا يعني بتركنوها وكده. هبتدي معاكم بالبطاطس. لان طبعا اكتر حد بيجيبها عشان البطاطس، على الرغم اللي هي بيتعمل فيها حاجات كتير قوي. هوريكم في الفيديو بقى كمية الحاجات اللي بتتعمل فيها. وطبعا هعمل 3 أو 4 فيديوهات كمان، لان بعمل فيها كل حاجة، حتى عصاج اللحمة بيطبخ فيها. دي غير التانية. دي اللي هي تيفال او دولونجي، بيبقوا مدورين كده، غير اللي هي التانية مربعة. فاللي بيجيب دي بيقول انا مش عارفة استعملها، فشفت كذا كومنت وطلبته مني انا بعمل فيها ايه. زي ما انتم شايفين كده، البطاطس قطعتها وعملتها مكعبات من غير ما تستوي، من غير اي حاجة. وحط عليها معلقة زيت بس. البطاطس بس اللي بستعمل فيها زيت في القلاية دي، هي والحواوشي. انما غير كده انا بطبخ فيها من غير زيت خالص. وزي ما قلت لكم بيطبخ فيها حتى العصاج. هتشوفوا دلوقتي معايا في الفيديو كذا وصفة تديكوا كده أفكار. وإن شاء الله عشان وقت الفيديو هنزل لكم فيديو تاني وتالت ورابع كمان، لأن أنا تقريبا هتغنيكي عن حاجات كتير جدا، وهتستغربي انت ازاي يعني ركناها في الزيت وأسعار الزيت، وكمان صحيا يعني. البطاطس هنا دي بعملها على 20 دقيقة، عشان طبعا هي نية، وكمان حجمها مش رفيعة يعني، مكعبات. وبتعملي بقى البطاطس دي، طبعا انت عارفاها، بتحطي عليها التوابل اللي انت عايزاه، اي طعم انت عايزاه، وشوية الملح وشوية الكمون. وانا بعملها على 20 دقيقة. وطبعا في على حسب البطاطس بتبقي انت بصي من فوق كده. دي من ميزتها اللي انت مش بتفتحي كتير زي التانية. طبعا انتوا عارفين ان انا بتكلم على اللي هي فليبس والحاجات اللي هي مربعة. انما دي هي ودلونجي ليها دراع من جوه، فدي بتوفر عليكي برضو التقليب. فبطبخ فيها بقى كل حاجة اللي هتشوفها في الفيديو دي والفيديوهات الجاية ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين البطاطس هي خدت معايا ربع ساعة. حسب نوع البطاطس زي ما قلت لك. ودي بقى تقدري تعمليها جنب مكرونة، جنب اي حاجة. الوصفة بتاعت البطاطس دي جميلة جدا. زي ما انتوا شايفين اهو. ما بتغيرش طعم الاكل اطلاقا، يعني مش زي القلايات التانية. وهوريكم تاني برضو البطاطس اللي هي الصوابع، اللي طبعا اللي كلنا بنحبها جدا، وهي مقلية بتاخد برضو معلقة زيت. هي القلاية دي بتيجي معاها معلقة زيت كده. هي بتحطيها على البطاطس بس، وعلى البطاطس بس، انا بحطها على البطاطس بس. اما باقي بقى الوصفات حتى هتشوفيها النهارده في الفيديو، بعتمد على الدهون مثلا اللي في اللحوم او الحاجات اللي زي كده، فما بحطش زيت. فزي ما انتم شايفين البطاطس كده برضو زي ما بقولكم. هي برنامج البطاطس موجود عليها مكتوب 30 دقيقة، بس على حسب البطاطس الموجودة. يعني انا ساعات في بطاطس بتاخد معايا ربع ساعة، وساعات في بطاطس بتاخد 10 دقايق، وعلى حسب انتي عايزاها تبقى مقرمشة قد ايه. فزي ما انتم شايفين كده البطاطس دي مش بطاطس تحمير ولا حاجة، لان هتشوفوا معايا في الفيديو في الوصفات اللي جايه في الفيديو. اللي فيه يعني البطاطس بتطلع بشكلين، يعني في بتبقى حروفها بتتحمر زي دي كده لما تكون بطاطس مش تحمير، والتانية اللي انتوا هتشوفوها كده لما اعملها مع السجق هتبقى مش حروفها مش شكل كده. البطاطس دي انا بجيب البطاطس مش ببقى عارفة بصراحة هي بتاعت تحمير او لا، بس بصراحة كلها بتطلع معايا زي ما انتم شايفين كده، بتبقى طرية من جوه ومن بره مقرمشة وجميلة. دي بقى البطاطس اللي هي مش بتاعة التحمير. زي ما انتم شايفين كده طرية ومن بره كده مقرمشة، وطعمها بيبقى مفيش فيه اي تغيير. الشيبسي بتعملي الشيبسي بالسمك دوت على مكنة، على قطعة الشيبسي او بايديكي زي ما انت حابة، وبتحطي كده وتحطي عليه معلقة زيت او رشة من البخاخ ده، انا جايبة برضو ليها. لا اما تحطي معلقة، لا اما تحطي البخاخ ده ترشي منه شوية كده عليها، برضو بمقدار معلقة. وتسيبي القلاب بقى يقلب في الشيبسي، وهتشوف الوقت شكله بعد ما يطلع. زي ما قلت لكم اخر حاجه في البطاطس بتبقى 30 دقيقه، بس عمرها ما بتاخد معايا 30 دقيقه. زي ما انت شايفه الشيبسي معايا طلع منها، ومفيش اي تغيير في الطعم اطلاقا عن ما تكون مقلي في الزيت. بالعكس، بتبقى صحي جدا وخفيف، وبتقدر تاكلي من الحاجه كتير.
معايا بقى المشاوي، مش عايزة اقول لكم قد ايه بتنجز وبتوفر في المشاوي. ده لحمة وكبدة وسجق وحواوشي. البنت كاتبالي في الكومنتات من يومين اللي على الفيديو اللي انا كنت عامله فيه في روتين، وكنت عامله السجق. قالت لي نزلي لي وصفات، ده انا ركناها ايه دي كنز في المطبخ. كله بيروح على اللي هي المربعة التانية، اللي هي الأنواع اللي هي المربعة. بالعكس ده مش أنا مرتحتش بصراحة فيها. حتى لما رحت عشان أشتري حسيت اللي هي تقيلة جدا على الإيد. الكبدة زي ما انتم شايفين بس بتبلها واحط عليها معلقة توم مهروس، وبطلع السجق ما بتحطش عليه اي حاجة طبعا. انتوا عارفين هو بيبقى جاي متبل من عند، طبعا بتجيبيه انت بقى من عند بتاع اللحمة، بيكون حد موثوق فيه. بيبقى بتتبلته انت يا دوبك بتحطي له شوية ملح في بوصات لو انت عايزاه. كده بعد ما تبلت على ما السجق طلع، تبلت الكبدة وحطيتها بالشكل ده. بنشيل بقى الدراع مع الحاجات اللي زي دي، لان هي مش محتاجة تقليب ولا حاجة. بنقلبها احنا بس مرة واحدة على الناحية التانية. انما هي ما بتحتاجش بقى الدراع، ما بتحتاجش الدراع عشان انت تسيبيه ولا حاجة. بس هتشوفوا معايا دلوقتي في الأجنحة، وبسيب الدراع عادي بيتقلب. انا حاولت اصور لكم الوصفات بتاع كام يوم بس كده ورا بعض، بس لقيت الفيديو هيبقى طويل، فهحاول اكمل في تصوير الحاجات اللي بعملها فيها، وانزلها لكم على فيديوهات ان شاء الله. ناخد كده افكار علشان خسارة تكون دي موجودة عندك وما تستعملهاش. زي ما انتم شايفين الحواوشي برضو بتكون انت عاملة تتبيلة الحواوشي، وتحطيه برضو من غير الدراع، وتقلبي وش وظهر. انا هنا ما حطيتش عليه زيت عشان كنت يعني الزيت بتاع الدهون بتاعه المشاوي التانية كانت موجودة. لو انتي طبعا مش شاوية حاجة وعاملة حواوشي بس، هترشي عليه شوية زيت من كل ناحية، برضو بمقدار معلقة زيت كده. زي ما انتم شايفين كل الحاجات جميلة وطرية، وما بتاخدش اي وقت. وزي ما انتم شايفين الحواوشي مستوي من جوه والحروف بتاعته مقرمشه. انا كمان بستعملها زي الميكروويف، برجع الحاجه فيها. انا طبعا كنت عامله الحاجات دي لو مثلا الاولاد في المدرسه او جوزك في الشغل او انت مثلا عامله عزومه لحد ولسه ما جاش، بستعملها زي الميكروويف بالظبط. برجع الحاجات فيها وبعدين بسخنها بقى لما اجي مثلا ساعه التقديم اكنها ميكروويف بالظبط. بتسخن احسن من الميكروويف كمان. بتطلعي الحاجة منها كأنها لسه معمولة. حتى لو مثلا يوم بحاله، لو انت عملتها من اول النهار وجيتي مثلا اخر النهار على ما الاولاد يجوا او جوزك يجي او حاجة، بتبقى كأنها لسه عاملاها. زي ما انتم شايفين ده انا عملت بقى شوية بطاطس. شايفين البطاطس دي غير البطاطس اللي كانت في اول الفيديو. لو تلاحظي هتلاقي الحروف هنا مش مش مدية معاكي اللون، لان البطاطس دي بتاعة تحمير. اما البطاطس التانية اللي كانت في اول الفيديو كانت نوع تاني لو تلاحظي كده. هوريكي كمان برضو اللحمة فيها جميلة جدا. اللحمة بالبصل جميلة جدا. وبقول لك ايه، يعني مش اكنك مش بتطبخي. انا ما بحطش برضو عليها زيت ولا حاجة، لانها الدهون اللي في اللحمة بتنزل معاها. زي ما انت شايفة كده دي خدت معايا 20 دقيقة وطلعت زي ما انت شايفة كده. لحمة بالبصل طعمها جميل جدا. بتعمليها بقى جنب شوية رز وشوية سلطة، ودي برضو أكلة. واللحمة زي ما انت شايفة كده بتبقى طرية وجميلة جدا. اي نوع لحمة انا بعملها فيها عشان تبقوا فاهمين. طبعا ممكن بقى لو انت مثلا اللي مش عارفه اللحمه اللي معاكي، فانت بتطلعها يعني من وقت كده للتاني وتشوفيها وصلت ليه. بس هي دي خدت معايا 20 دقيقه. الحمام بقى عشان بس انا بصراحه لما قلتوا لي ان انتوا مش بتعملوا فيها حاجه، انا استغربت جدا. الحمام اهو، وبرضه قيسي عليه اللي هو بيتحشي ده، اللي هو المنابير. برضو بيتعمل فيها وبيطلع برضو بيبقى جميل جدا. بس انا ما يعني مش بناكل المنابير كتير. برضو العيش اللي هو بتاع الفتة، العيش بتاع الفتة، او لو انت بتعمليه بقى أي اللي هو بتاع الفتة بتاع اللي لو انت بتحطيه على الفتة، بتحطيه على على شوربة العدس. الكلام ده كلته انا بعمله بالكمية كده وبحطه في حلة، وبتستعمليه بقى للفتة. عاملة شوربة عدس احنا بنحبه مع شوربة العدس اللي هي السوري دي. بيبقى جميل جدا.
وبرضو الأجنحة بتاعة الفراخ زي ما انتم شايفين كده. انا طلعت كام واحد كده من الفريزر عشان بس اوريكم. بتحطي عليها التوابل بتاعتها وبتتبليها جواها، يعني مش بتحتاجي ان انت تتبليها مثلا مدة ولا حاجة. طبعا لو انت متبلاها مفيش مشكلة، بس زي ما انت عارفة هي ما بتبقاش يعني مستدعية. بتسيبي القلاب بتاعها عادي، وبتحطي فيها بترش عليها شويه زيت، وتحط توابل وشويه خل وكل حاجه. بتاخد برضو دي بتاخد يعني على حسب الجناحه عندك عامله ازاي، بس دي بتاخد ربع ساعه. هتشو زي ما انت شايفه كده، تسيبيها تلف بقى كده مع نفسها وبتطلع جميله جدا. الحروف بتاعتها مقرمشه ومستويه وطعمها مفيش احسن من كده. هوريكم ان شاء الله في فيديوهات جايه بقى عصاج اللحمه، هتتبهري منه، بيعمل جميل جدا. بطبخ فيها طبخات كامله، بطبخ فيها الرز بالخضار. هوريكم الكلام ده في فيديوهات تانية، ويا رب تكونوا استفدتوا، واشوفكم في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. مع الف سلامه.